شوفي، انت رفيقتنا وانا عن جد ما بحب اني اخسرك، يعني ما في عنا نحن رفقات، بس هو كلامه كعاداته وكتقاليده وكالحياه اللي عاشها صح. بحترمه. وانت تمام، وانت اذا هلا بتكوني زعلانه منه وبتقولي له انا زعلت منك وبتنزلي، انا بس يسكر لايف رح اقول له معاه حق البنت. يعني انت معك حق وهو معه حق. ما بعرف والله، بعرف انا ماني متضايقه وما في مشاكل والله. الفكره هو يعني وائل دائما صريح زياده عن اللزوم. اغلب الاشخاص اللي انت بتطلع معهم على السوشيال ميديا اذا بتقولي له خلي اختك تفتح لايف حينقذ هيك، ما حيقبل الموضوع. بس انه بيجي ايه لا هو كذاب، يعني هو كذاب، هو اهل بيته ما بيرضى انه يخليهم يفتحوا لايف، فهمت علي؟ وهذا بنفس الوقت هلا انا بقول له اياها قدامكم، ما بصير يكون صريح لهالدرجه، يعني ما بصير يكون صراحته تطلع هيك لهالدرجه هي، لانه يعني غلط، فهمت علي؟ هن ما حيتقبلوها، بس هو نفسهم اللي قاعدين بالطريقات حيقولوا لك معك حق، وهو بينه وبين حاله بيعرف، بس هي حقها تتضايق وانت كلامك صح، يعني هو هيك. وانا حدا صريح زياده وبتعرفي هيك ما بعرف افوت يعني انا بعرف والله، بس انا صار هذا الشيء علنا وكومنتات عندي كلها قلبت، فانا بس عم بنصحك والله. انا مو يعني انا مثلا كان فيني انزل واتضايق وخلص سكر عرفت، بس انا لا ضليت عم بحاكيك وناقشك انه لا الاسلوب بس كان مو ظابط. هي